مرحبا بحضراتكم. عندنا هنا يا جماعة اختبر قوة معلوماتك عن جسم الإنسان. عندنا 35 سؤال اختيارات. طبعا في عداد الوقت عشان تعرف زمن الإجابة الصحيحة. 35 سؤال كلهم اختيارات. وعلى فكرة يا جماعة في 95% من الناس لا يستطيعون الإجابة عن هذه الأسئلة. أنت بنفسك هتشوف الأسئلة وهتلاقي إن الأسئلة دي مش أي أسئلة حد يجاوب عليها يعني. نبدأ في الأسئلة يا جماعة. السؤال الأول بيقول لنا هنا ما الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصله الدم مباشرة؟ القرنية، الكبد، العضلات. الإجابة يا جماعة فكر الأول. عندك عداد التوقيت أهو وثانية زيرو. الإجابة الصحيحة هتكون القرنية. تمام، ممتازين، برافو 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 عليكم، برافو عليكم. بقى كده يا جماعة هنخش يا جماعة عند السؤال التاني بيقول لنا أي نوع من الخلايا يمكنه الانقسام طوال حياة الإنسان؟ يعني إيه نوع الخلايا طول ما الإنسان عايش بتنقسم؟ هل هي الخلايا العصبية، خلايا الجلد، خلايا العظام؟ ونبدأ يا جماعة التفكير. قدامك 5 ثواني كده، ثانيتين، ثانية واحدة كده، خلاص. الإجابة الصحيحة هتكون ممتازين، برافو عليكم برافو عليكم. نخش يا جماعة عند السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول لي إيه؟ ما نسبة الماء التقريبية في جسم الإنسان البالغ؟ نسبة الماء التقريبية في جسم الإنسان البالغ 30%، 45%، 60%. نبدأ يا جماعة العد. 5، 4، 3. فكر يا جماعة بسرعة، فكرهم. تمام. الإجابة الصحيحة في ناس قالت كام؟ 60%. ممتازين، برافو عليكم. السؤال رقم 4. والسؤال رقم 4 بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا يا جماعة هنا أي جزء من المخ مسؤول بشكل أساسي عن الذاكرة؟ في جزء في المخ هو اللي مسؤولية كاملة عن الذاكرة. هل هو المخيخ، النخاع، الحصين؟ فكروا يا جماعة، قدامك 5 ثواني وجيلك الإجابة الصحيحة. أنا عايزك تفكر في الإجابة الصحيحة. نبدأ 5 ثواني. 5، 4، 3، 2، 1، 0. تمام. الإجابة الصحيحة هتكون، ركز معايا، ركز. برافو. الإجابة طبعا الحصين. السؤال رقم 5. والسؤال رقم 5 بيقول لنا إيه؟ كم مرة تقريبا ينبض القلب يوميا؟ القلب بينبض كم مرة في اليوم؟ 10,000، 50,000. يا جماعة خدوا بالكم بتكلم في اليوم. 100,000. القلب بينبض في اليوم 10,000 نبضة، 50,000 نبضة، 100,000 نبضة. فكر بسرعة كده يا جماعة، فكروا. نبدأ عداد التوقيت. 5، 4، 3. الحق نفسك بسرعة، فكروا. ممتازين. الإجابة الصحيحة هتكون، الإجابة الصحيحة طبعا تكون 100,000 نبضة. تمام. السؤال رقم 6. يا جماعة بيقول لي إيه؟ الأول قبل ما نبدأ السؤال رقم 6، في عندك لو بتسمع الفيديو من اليوتيوب، في عندك الجرس. بتضغط على السهم اللي قدامك دهوك، في سهم جنب الجرس. بعد كده هيجي لك قائمة مكتوب الكل مخصصة. عندك عدم تلقي إشعارات، إلغاء اشتراك. سيبك من كل الكلام ده. أهم حاجة عندي اللي هي إيه؟ تضغط على الكل. ليه؟ لما تضغط على الكل أنت كده بتشترك في القناة. أي فيديو جديد بيصلك وبيجي لك على طول. تمام.
بعد كده بقى ايه، في عندك لايك طبعا، تضغط على لايك. بعد كده تكتب لي تعليق حلو كده وتعليق جميل. تمام تمام. السؤال رقم 6 بيقول لنا ايه؟ ما أطول خلية في جسم الإنسان؟ أطول خلية في جسم الإنسان: خلية الدم، خلايا الجلد، الخلية العصبية. أطول خلية في جسم الإنسان: خلية الدم، خلايا الجلد، خلية العصبية. ويبدأ ال5 ثواني نبدأ نعد، وفي خلال ال5 ثواني ابدأ فكر. 5، 4، 3، الحق نفسك، فكر بسرعة. 2، 1، 0. ممتازين. الإجابة الصحيحة هتكون الخلية العصبية. الخلية العصبية. تمام. السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 بيقول لي هنا ايه؟ أي عضو يمكنه تجديد نفسه جزئيا؟ في عضو بيجدد نفسه جزئيا. هل القلب، الكبد، الرئة؟ ونبدأ ال5 ثواني، بس خلال ال5 ثواني فكر لوحدك كده واعرف الإجابة الصحيحة هتكون ايه. 4، 3، 2، 1، 0. الإجابة الصحيحة هتكون الكبد. الكبد. ممتازين ممتازين، برافو عليكم. السؤال رقم 8 بيقول لنا، السؤال رقم 8: أي نوع من الخلايا يمكنه الانقسام طوال حياة الإنسان؟ السؤال ده أنا عارف إنه مكرر، معلش أنا آسف يعني. طبعا الخلايا العصبية، خلايا الجلد، خلايا العظام. الإجابة طبعا هتكون طبعا احنا عارفين الإجابة على أساس إن السؤال ده جالنا إيه قبل كده يعني، فالإجابة طبعا تكون خلايا الجلد. تمام. السؤال التاسع بيقول لنا: ما العنصر الأكثر وجودا في جسم الإنسان من حيث الكتلة؟ العنصر الأكثر وجودا في جسم الإنسان من حيث الكتلة. وعندي الكربون، الأكسجين، الهيدروجين. ويبدأ ال5 ثواني، فكروا كده. 4، 3، 2، 1، 0. الإجابة هتكون طبعا الأكسجين. الأكسجين إجابة صحيحة. تمام. نخش يا جماعة عند السؤال العاشر. السؤال العاشر بيقول لنا: ما سرعة انتقال الإشارة العصبية تقريبا؟ سرعة انتقال الإشارة العصبية تقريبا. هل هي 10 كيلو متر في الساعة، 100 كيلو متر في الساعة، 400 كيلو متر في الساعة؟ ويبدأ توقيت الثواني. فكر فكر. تمام تمام. الإجابة طبعا هتكون 400 كيلو متر في الساعة. تمام. السؤال ال11، الحادي عشر، بيقول لنا ايه سؤال 11: ما العضو الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة؟ في عضو بيستهلك أكبر قدر من الطاقة. هل هو القلب، المخ، الكبد؟ ويبدأ عداد الثواني. 5 ثواني، بس فكر خلال 5 ثواني. 3، 2، الحق نفسك. 1، 0. ما شاء الله. الإجابة طبعا هتكون المخ. الإجابة طبعا المخ. تمام. السؤال الثاني عشر، السؤال ال12 بيقول لي بقى، السؤال ال12: ما السبب في أن الدم يبدو أزرق في الأوردة؟ ليه الدم نحس إن هو أزرق في الأوردة؟ لأنه أزرق فعلا، لأن الدم أساسا لونه أزرق، ولا لأن انعكاس الضوء على الجلد، أو نقص الأكسجين؟ يبقى لأنه أزرق فعلا، الدم أساسا لونه أزرق، ولا بسبب انعكاس الضوء على الجلد، ولا بسبب نقص الأكسجين؟ فكروا يا جماعة. ال5 ثواني بدأوا. 3، فكروا. تمام تمام. الإجابة طبعا هتكون بسبب انعكاس الضوء على الجلد. تمام. السؤال الثالث عشر، السؤال ال13. السؤال 13 بيقول لي: أي عضو في الجسم يحتوي على أكبر عدد من البكتيريا؟ في عضو موجود في الجسم
في عدد كبير جدا من البكتيريا: الجلد، الفم، الأمعاء الغليظة. فكروا يا جماعة، الخمس ثواني كده بدأوا، 5 ثواني بدأوا، فكروا. واحد يتكلم اهو، ممتاز ممتاز وممتاز. واحد قال ايه؟ الأمعاء الغليظة. برافو عليكم. الأمعاء الغليظة تحتوي على أكبر عدد من البكتيريا. تمام. السؤال الرابع عشر. السؤال 14 بيقول لنا: ما الجزء المسؤول عن ردود الفعل السريعة أو بنسميها المنعكسات؟ الجزء المسؤول عن ردود الفعل السريعة، هل المخ ولا النخاع الشوكي ولا المخيخ؟ ويبدأ ال5 ثواني. فكروا خلال 5 ثواني: المخ ولا النخاع الشوكي ولا المخيخ؟ الإجابة الصحيحة طبعا يا جماعة هتكون إيه؟ النخاع الشوكي. تمام. السؤال الخامس عشر. السؤال ال15. برضو يا جماعة ما تضغط على علامة الجرس اللي قدامك في قايمة موجودة قدامك، اضغط على الكل أو اختار الكل. بعد كده اضغط لايك، بعد كده اكتب تعليق حلو كده وجميل منك. تمام. السؤال ال15 بيقول لنا ايه؟ السؤال 15: كم طول الأمعاء الدقيقة تقريبا؟ طول الأمعاء الدقيقة تقريبا قد ايه؟ 2 متر، 4 متر، 6 متر. 2 متر، 4 متر، 6 متر. ويبدأ عداد الثواني. فكر في عداد الثواني يلا بسرعة قبل ما تخلص ال5 ثواني. ها، ممتاز ممتاز. في ناس قالت 6 أمتار. ما شاء الله عليكم. السؤال السادس عشر. السؤال رقم 16 بيقول لي إيه؟ بيقول لي السؤال ال16 إيه؟ ما المادة التي تعطي الجلد لونه؟ يعني إيه؟ الجلد له لون، ايه بقى المادة اللي مسؤولة اللي بتدي للجلد اللون؟ الهيموجلوبين، الميلانين، الكيراتين. فكروا يا جماعة، ال5 ثواني. ها، عايزك تفكر من نفسك كده. تمام تمام. الإجابة صح هتكون ايه؟ الميلانين. إجابة صحيحة. تمام. السؤال السابع عشر. السؤال رقم 17 بيقول لي ايه؟ عندي أي جزء من العين يتحكم في كمية الضوء الداخلة؟ في جزء موجود في العين هو اللي بيتحكم في كمية الضوء الداخلة للعين. إيه هو الجزء ده؟ القزحية، الشبكية، القرنية. ويبدأ ال5 ثواني. فكروا يا جماعة. ممتازين. في ناس هتجاوب إيه؟ في ناس هتجاوب. ما شاء الله عليكم، ممتازين. الإجابة هتكون طبعا القزحية. تمام. السؤال الثامن عشر. السؤال رقم 18 بيقول لي السؤال رقم 18: كم عدد الحبال الصوتية؟ عدد الحبال الصوتية عند الإنسان قد إيه؟ هل هي 1، 2، 3 أحبال صوتية؟ فكروا يا جماعة في الإجابة الصحيحة. ويبدأ عداد الثواني، ال5 ثواني. فكروا. الإجابة الصحيحة هتكون هي طبعا 2 زي ما حضراتكم شايفين. تمام. ونخش على السؤال التاسع عشر. السؤال ال19. تمام. بيقول لي السؤال ال19 ايه؟ كم عدد الفصوص كم عدد الفصوص في الرئة اليمنى؟ الرئة اليمنى فيها كام فص؟ 2، 3، 4 فصوص. الرئة اليمنى فيها فصين ولا 3 فصوص ولا 4 فصوص؟ ويبدأ يا جماعة عداد الثواني. الإجابة طبعا هتكون مفاجأة. الإجابة الصحيحة هتكون 3 فصوص. تمام. السؤال ال20. السؤال رقم 20 بيقول لي إيه؟
ما أسرع عضلة في جسم الإنسان؟ أسرع عضلة في جسم الإنسان، هل هي عضلة الساق، عضلة القلب، عضلة العين؟ أسرع عضلة في جسم الإنسان، هل هي عضلة الساق ولا عضلة القلب ولا عضلة العين؟ في عداد ثواني هيبدأ معاك. نبدأ يا جماعة 5 4 الحق فكر بسرعة. 2 1 0. طبعا الإجابة الصحيحة ممتازين هتكون هي أسرع عضلة في جسم الإنسان هي عضلة العين. تمام. نخش بعد كده يا جماعة عند السؤال 21. السؤال 21 بيقول لي إيه؟ بيقول لي ما عدد خلايا الدم الحمراء التي ينتجها الجسم يوميا تقريبا؟ عدد خلايا الدم الحمراء التي ينتجها الجسم يوميا تقريبا، هل هي مليون، مليار، 200 مليار؟ عدد خلايا الدم الحمراء التي ينتجها الجسم يوميا تقريبا، هل هي مليون، مليار، 200 مليار؟ عداد الثواني بدأ معاك. 3 2 1. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون هي 200 مليار الإجابة الصحيحة. تمام. السؤال 22. السؤال 22 بيقول لنا إيه؟ ما الجزء المسؤول عن الإحساس بالألم؟ لما تحس بالألم، إيه بقى الجزء اللي مسؤول عن الإحساس بالألم؟ المستقبلات العصبية، العظام، الدم. الجزء المسؤول عن الإحساس بالألم، المستقبلات العصبية، العظام، الدم. عدد الثواني ابدأ فكر. أنا سامع ناس بتتكلم اهي، ممتازين، برافو عليكم، ممتازين ممتازين. الإجابة الصحيحة هتكون ممتازين، المستقبلات العصبية. تمام. السؤال 23. السؤال رقم 23 بيقول لي إيه؟ ما العضو الذي ينتج خلايا الدم؟ العضو اللي بينتج خلايا الدم، العضو الذي ينتج خلايا الدم، الكبد، القلب، النخاع العظمي. 5 ثواني يبدأوا. 5 3 2 1 0. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون النخاع العظمي، طبعا بينتج خلايا الدم. تمام. مع السؤال 24. السؤال 24. ما المادة التي تقوي العظام؟ الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم. فكر 5 ثواني، 5 ثواني فكر فيها. ممتازين، برافو عليكم، ممتازين. الإجابة طبعا هتكون الكالسيوم، إجابة صحيحة. السؤال 25. بس معلش برضو زي ما قلت لك قبل كده، اضغط على الجرس، اختار الكل عشان يصلك أي فيديو جديد. اضغط لايك، بعد كده تعليق حلو كده وجميل من عندك. تمام. السؤال بيقول لنا يا جماعة إيه؟ بيقول ما الجهاز الذي يقاوم الأمراض؟ السؤال يا جماعة بيقول ما الجهاز الذي يقاوم الأمراض؟ هل هو الجهاز الهضمي؟ هل هو الجهاز المناعي؟ هل هو الجهاز العصبي؟ والعداد يبدأ يعد يا جماعة. 4 3 2 1 0. برافو عليكم، ممتازين. الجهاز الذي يقاوم الأمراض هو الجهاز المناعي. السؤال يا جماعة 26. السؤال 26 بيقول لي إيه؟ ما أسرع عضلة في جسم الإنسان؟ أسرع عضلة في جسم الإنسان، عضلة الساق، عضلة القلب، عضلة العين. أسرع عضلة في جسم الإنسان، هل هي عضلة الساق ولا عضلة القلب ولا عضلة العين؟ ويبدأ يا جماعة العداد يعد. 4 3 2 1 0. برافو عليكم، ممتازين. طبعا الإجابة طبعا عضلة العين. السؤال 27. بيقول لي إيه؟ بيقول لي يا جماعة ما العضو الذي يتحكم في التنفس؟ العضو الذي يتحكم في التنفس اللا إرادي، العضو الذي يتحكم في التنفس اللا إرادي، المخ، النخاع المستطيل، ولا المخيخ؟
طبعا يا جماعة 5 ثواني يبدأوا. أنا عايزك تفكروا ممتازين، ها برافو عليكم، ممتازين برافو عليكم. الإجابة طبعا تكون النخاع المستطيل. السؤال 28، السؤال رقم 28 بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا يا جماعة ما وظيفة الهيموجلوبين؟ وظيفة الهيموجلوبين، هل وظيفته الهضم ولا وظيفته التفكير ولا وظيفته نقل الأكسجين؟ ويبدأ يا جماعة ال5 ثواني. أنا عارف إن في ناس بتجاوبت دلوقتي أساسا، أنا عارف والله. ممتازين برافو عليكم. طبعا الإجابة الصح طبعا هتكون هي إيه؟ نقل الأكسجين. وظيفة الهيموجلوبين نقل الإيه؟ الأكسجين. ومع السؤال 29، السؤال رقم 29 بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا يا جماعة هنا السؤال رقم 29، ما العضو الذي ينتج الصفراء؟ العضو الذي ينتج الصفراء، هل الكبد ولا المعدة ولا البنكرياس؟ 4 3 2 1 0. برافو عليكم، ممتازين ممتازين. في ناس قالت ايه؟ الكبد. ممتازين. في بقى السؤال رقم 30، السؤال رقم 30 بيقول لي ايه؟ طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم، اضغط علامه الجرس، بعد كده اختار الكل، بعدين لايك، وبعدين تعليق حلو كده وجميل ايه منك. السؤال رقم 30 بيقول لي ايه؟ رقم 30، ما السبب في تسارع ضربات القلب عند الخوف؟ الواحد لما يخاف بيحس ايه؟ بيحس ان ضربات قلبه سريعة جدا. ايه السبب في الكلام ده؟ هل هرمون الادرينالين ولا نقص الاكسجين ولا ارتفاع الحرارة؟ ويبدأ يا جماعة عداد التوقيت. 3 2 1 0. برافو عليكم، ممتازين ممتازين. الإجابة طبعا ايه؟ هرمون الادرينالين. تمام. والسؤال رقم 31، والسؤال يا جماعه بيقول ما العضو الذي يخزن الجلوكوز؟ هل هو الكبد؟ هل هو القلب؟ هل هو الكلى؟ طبعا عداد الثواني يا جماعه بيعد معاكم. 3 2 1 0. ممتازين ممتازين. طبعا الاجابه هتكون الكبد. تمام. السؤال 32، السؤال رقم 32 يا جماعة بيقول لي إيه؟ بيقول لي هنا السؤال رقم 32، ما الجزء المسؤول عن الرؤية الليلية؟ الجزء المسؤول عن الرؤية الليلية، هل الخلايا العصبية في الشبكية ولا المخ ولا العدسة؟ طبعا قدامك طبعا 5 ثواني بنفكر فيهم. 3 2 1 0. برافو عليكم، ممتازين ممتازين. الخلايا العصبية في الشبكية. السؤال رقم 33 بيقول يا جماعة السؤال رقم 33، ما العضو الذي ينتج خلايا الدم؟ العضو الذي ينتج خلايا الدم. طبعا يا جماعة أنا آسف، ده سؤال مكرر بس معلش أنا آسف يعني. هل هو الكبد؟ هل هو نخاع العظم ولا هو القلب؟ طبعا الإجابة طبعا زي ما انتم شايفين طبعا هنقولها دلوقتي. أعتقد احنا برضه قلناها قبل كده يا جماعة. الإجابة تكون هي إيه؟ نخاع العظم. تمام. السؤال 34 بيقول لي إيه؟ السؤال رقم 34، كم عدد خلايا جسم الإنسان تقريبا؟ كم عدد خلايا جسم الإنسان تقريبا؟ عندي هنا مليون، عندي مليار، عندي 37 تريليون تقريبا. نبدأ يا جماعة عداد الثواني. 4 3 2 1 0. ممتازين ممتازين برافو عليكم. طبعا 37 تريليون تقريبا. ومع السؤال 35، السؤال رقم 35 والأخير. بس يا جماعة قبل بقى ما نقول لكم على السؤال، برضو يا جماعة زي ما انتم شايفين قدامكم، اضغط على الجرس، هتلاقي قدامك الكل، اختاري الكل طبعا. طبعا لايك حلو كده وجميل وتعليق من حضرتك طبعا. وطبعا يا جماعة الهدف من ده كله ايه؟ عشان يصلك اي جديد واي فيديو بعمله يجي لك على طول. تمام. السؤال رقم 35 والأخير بيقول لي ما الجزء الذي يحمي الرئة؟ إيه هو الجزء اللي بيحمي الرئة؟ هل هو القفص الصدري ولا العضلات
ولا الجلد؟ الجزء الذي يحمي الرئة، هل هو القفص الصدري ولا العضلات ولا الجلد؟ عندك 5 ثواني، فكروا يا جماعة. ها، ناس بتفكر، ممتازين ممتازين. 2 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون هي القفص الصدري. أتمنى يا جماعة تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا لحضراتكم.